السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الفلسفة. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاول نهضر لكم على نتائج البكالوريا، بخصوص الناس اللي كيترقبوا نتائج البكالوريا لهاد السنه هذه في الدوره العاديه. كذلك غادي نحاول ان شاء الله نعطيكم المواقع اللي يمكن لكم تشوفوا النتائج البكالوريا فيها. قبل ما تشوفوا هذا الفيديو حاولوا تنزلوا تحت الفيديو، حاولوا ديروا لنا لايك، كذلك سبسكرايب باش ان شاء الله توصلوا بجميع الفيديوهات اللي غادي نقدمها ان شاء الله بطريقه معرفه النتائج الخاصه بالبكالوريا. حاولوا تتابعوا معي الفيديو هذا. لا تنسوا دعمنا بلايك، تعليق واشتراك. كيف ما عرفنا كاملين ان الدوره العاديه تجرت في 6 و 7 و 8 يونيو 2017. بالنسبه للنتائج ديالها يكونوا في 22 يونيو 2017، يعني 22 من هذا الشهر هذا. وبالنسبه للدوره الاستدراكيه غتجرى ما بين 11 و 12 و 13 يوليو 2017. بالنسبه للنتائج ديالها غتكون في 21 يوليو 2017، يعني في 21 في الشهر اللي جاي. بالنسبه للدوره العاديه 22 يونيو 2017، بالنسبه للدوره الاستدراكيه 21 يوليو 2017. كنصيحه لكم يعني ما تحاولوش تشوفوا المواقع اللي كيقول لكم باننا غادي نحاولوا نديروا النتائج ديال البكالوريا. بالنسبه لاي حاجه موثوقه تشوفوها في موقع وزاره التربيه الوطنيه، يعني الموقع كيكونوا فيه النتائج ديال البكالوريا، وكذلك كيعطيك المواقع اللي يمكن لك تشوف فيهم النتائج ديالك. ما تحاولوش تعمروا ريسكم بهذه الاشاعات هذه. وفي الاخير يعني نتمنوا الجميع ان شاء الله بالنجاح، والجميع ان شاء الله يفرحوا الوالدين ديالهم، يعني الوالدين محتاجين لهذه الفرحه هذه، خصوصا في هذا الموعد ديال العيد وكذلك يعني رمضان. نتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله، ونتمنى لكم يعني الجميع ان تفرحوا والديكم وتفرحوا كذلك، وتحاولوا يعني تشوفوا هذه التماره اللي دوزت يعني بواحد الفرح. بالتوفيق الجميع ان شاء الله. وبالنسبه للناس اللي ما غاديش يحالفهم الحظ، عندهم فرصه اخرى اللي هي الدوره الاستدراكيه اللي بحال الدوره العاديه، كذلك يمكن لهم يجيبوا بها المعدل تاعهم، وكذلك يحاولوا يجيبوا المونسيون ديالهم. بالتوفيق للجميع ان شاء الله. واي موقع ان شاء الله غادي يحاول يدير نتائج البكالوريا غادي نحاولوا نشرحوا لكم، ونحاول ندير لكم فيديو عليه. حاولوا ديروا لنا لايك الفيديو كيف العاده، وحاولوا تبارطاجيو مع الاصدقاء تاعكم باش ما يمشيوش غالطين مع دوك الاشاعات اللي يكونوا في المواقع ديال الخاصه بنتائج البكالوريا. بالتوفيق لكم.